معانا مجموعتين، المجموعة الأولى الحجر الأصفر، المجموعة التانية الحجر الأزرق أو التركواز. هل في زواج مع حبيبك ولا لأ؟ يلا كده اللي اختار الحجر الأصفر هنشوف هل في زواج وإمتى. هل في زواج مع الشخص اللي انت حطيته في بالك؟ هل في زواج مع الشخص اللي انت حطيته في بالك؟ والله انا شايفه ان اللي اختار الحجر الاصفر حبيبك نفسه ان يحصل توازن ما بينك وما بينه، وتوحيد للطاقه الذكوريه والانثويه، تتحدوا مع بعض ويكون في رابط بيجمعكم فعلا. عايزك تهتم بيه وتبقى موجود في حياته بشكل يومي، ولكن واضح ان في ظروف ضد العلاقه دي، والظروف دي خارجيه، والشخص ده يعني ملوش تحكم على الظروف دي. فده بيخلي الشخص ده مكتئب وعاجز جدا، وممكن بيطلع غضبه فيك انت لانه مش قادر يعمل حاجة او مش عارف يطلع بالعلاقة دي لقدام. الشخص ده طول الوقت بيفكر فيك، بيحسس بالاكتئاب، ممكن بعد عنك بسبب كده انه مش قادر ياخد خطوة في العلاقة. شايفة في عقبة للبعض هتكون عقبة مالية، وللبعض الآخر ممكن يكون الشخص ده متزوج فزوجته هي العقبة أو المشكلة. شايفة يعني اللي اختار الحجر الأصفر الشخص ده يعني بيتمنى ان هو يتجوزك، لكن في ظروف بتمنع من ده، وشايفة انه بيتعامل معاك ممكن بعصبية او بقسوة، آه، لانه مش عارف يحصل عليك او مش عارف يطولك، وانت مش راضي تنزله. يعني هو مش عارف يطلع لك وانت مش راضي تنزله. ممكن كمان يعني في مشاكل للبعض تخص بقى ان الشخص ده متزوج، فمش عارف يسيب الطرف التالت لان معاها اولاده او حاجة زي كده. فالشخص ده عايز بس مش عارف. يعني خلينا نشوف طيب اللي اختار الحجر التركواز، هل في زواج مع حبيبك وامتى؟ هل في زواج مع حبيبك وامتى؟ هل في زواج مع حبيبك وامتى؟ اختار حجر التركواز. مم. والله انا شايفة اللي اختار الحجر التركواز ممكن اصلا تكونوا منفصلين، فالعقبة مش في فكرة الزواج، العقبة ان انتوا ترجعوا العلاقة دي مرة تانية، لان الشخص ده ممكن من وقت ما انفصلتوا وهو بيعاند مش عايز ياخد خطوة او هو اللي يتكلم او يبادر بالرجوع، بس طول الوقت عمال يفكر فيك، وتفكيره الكتير فيك ده بيخليك انت كمان متعلق بيه ومش عارف تطلعه من دماغك. فوقت تكون اصلا بتشتغل او بتعمل حاجة تانية وتلاقيه جه في بالك ومش قادر يطلع، وحاسس بخنقة شديدة، حاسس ان روحك متعلقة بيه. الشخص ده بيقعد يفكر فيك كتير وهو كمان متعلق بيك. واضح ان الموقف ما بينكم انتوا الاتنين متعلقين ببعض، بس العلاقة فيها ألم او فيها كسرة قلب، فيها كذب او خيانة. فممكن يعني الشخص ده مش عارف يصلح موقفه او مش عارف يقنعك، فعمال يراقبك من بعيد وعمال يوريك ان هو قوي او بارد او مش بيحبك، بس كل ده كذب وقناع مزيف هو لابسه. الشخص ده يعني بيقعد يتباهى ان هو يعني فاز عليك او انتصر عليك، بس في الاخر هو حاسس انه وحيد، وانه انت كنت بتديه حب ومشاعر كبيرة قوي وكنت دايما بتدعمه، هو فقد ده كله بعد ما خسرك. الشخص ده لو انتم منفصلين فهو يعني بيفكر ازاي يرجع لك او ازاي يكلمك بعد كل اللي عمله ده، وبرضه من غير ما يتنزل كتير او يخسر كتير. شايفة انه بيطول، ممكن شايفة طاقة الرجوع ممكن تكون في شهر 10، او خلال 10 عدات من وقت سماعك للقراءة. في صلح وفي رجوع. هل الشخص ده عايز جواز معاك؟ شايفة لو انت قبلته او قبلت تدخله حياتك مرة تانية، لان شايفة ان العلاقة بايظة جدا، ممكن في كسرة قلب او ألم شديد، فالشخص ده مش عارف هيعرف يغير وجهة نظرك او لا. وزائد انا شايفة ان في عوائق مادية، ممكن الشخص ده مستني لما شغله يتحسن عشان يرتبط بيك او يتجوزك. فشايفة الشخص ده عايز يتجوزك، هو اصلا
ممكن في سن مناسب للزواج او اهله بيبحثوا له عن زوجة وكده، هو بيحبك وممكن عشان كده ما خدش خطوة الجواز لحد دلوقتي. هو حاطط ان انت اوبشن قوي من ضمن الزواج، بس مش عارف ازاي ممكن يصلح علاقته بيك، لان انا شايفاه رافض يبادر او يعتذر او يبدأ بالصلح. فهو الصراحة مخه تعبه يعني. منساش نكتب اني انا استقبل الطاقة.